بيقولوا ان الستات يقدروا يعملوا 7000 حاجة في نفس الوقت، بس دول 6 حاجات ممكن يخلوكي في شغلك واقفة محلك سر. أول نقطة الإشاعات، لأن الستات بتحب الرغي. أول ما تلاقي زميلتك ساحبة الكرسي وجاية تقعد جنبك عشان تحكي لك إن مدام عفاف اللي في الرابع اتخانقت مع إحسان اللي في الثالث، فورا خدي موبايلك واعملي نفسك بتتكلمي في التليفون مع أي حد، مامتك، صاحبتك، أختك، حتى لو حصلت حماتك. 2 الفلوس. اوعي تدوري امتى هتترقي عشان مرتبك يزيد. مع كل ترقيه هيبقى فيه مهام ومسؤوليات اكتر، وده ممكن ياثر على وقتك اللي بتقعديه مع نفسك او اللي بتقضيه مع عيلتك او صحابك او حياتك بشكل عام. وده معناه انك حتى لو بقى معاكي فلوس زياده مش هتلحقي تصرفيها، مش هتلاقي حد تصرفيها معاه او عليه، وهتلاقي نفسك بداتي تتهلكي في الشغل اكتر، مش هتلاقي وقت انك تستمتعي بالفلوس الزياده اللي هتاخديها. خدي بالك ان النجاح هو التوازن ما بين شغلك وحياتك الشخصيه والعائليه. يعني مش شرط انك تبقي بتاخدي مرتب كبير، بس عندك وقت اكبر تقضيه في حاجات انت بتنبسطي بيها وتقضيه مع ناس انت بتحبيهم. النقطه الثالثه الشلل، ودي سلاح ذو حدين. زي ما ممكن شله ترفعك، ممكن كمان تنزلك سابع ارض. ما تتحسبيش على حد، اتحسبي على شغلك، على طموحك، على افكارك اللي هتطلع طول الوقت لو انت مركزه مع نفسك. اوعي تنسي طموحك. مهما دوامه الحياه اخدتنا ولهتنا وما بقيناش فاكرين كان ايه طموحنا وايه الحاجه اللي احنا بنحبها، اشتغلي صحيح، بس اكتبي طموحك على ورقه كبيره وعلقيها على اول حاجه بتشوفيها. خليها المنبه اللي يصحيكي من النوم، المنبه اللي يصحيكي من انشغالك عن طموحك وعن حلمك. واحده واحده وانت بتشتغلي هتعملي بصمتك. خشي في اي حاجه تخلي ليكي شخصيه في شغلك، مشروع، منتج، خطه. لازم يكون ليكي شخصيه ظاهره في اي مكان انت تروحيه. ده مش هيحصل الا لو طموحك متعلق على ورقه كبيره قدامك كل يوم اول ما تصحي وقبل ما تنامي تبصي عليها. سيب الموبايل في الشغل. الموبايل اول حاجه بتدي انطباع غلط عنك انك شخص لا يعتمد عليه او تركيزه متشتت، وده حقيقي، لانك طول ما انت ماسكه الموبايل هتبقي مركزه في الكونفرزيشنز، وعشان تخرجي منها وترجعي تركزي تاني في شغلك هياخد وقت. فسيبي موبايلك في الشغل علشان تدي انطباع عنك انك شخص يعتمد عليه. اما النقطه الاخيره، اوعي تقارني نفسك بحد. لو لقيتي اللي حواليكي بينجحوا، هم بينجحوا في نقط هم متميزين فيها. اول ما تبداي تقارني نفسك بحد هتركزي بس على النقط اللي انت ضعيفه فيها. تراكك واحد، ركزي عليه، ركزي على نقط القوة بتاعتك عشان تنجحي. دي أكتر حاجة ممكن توقعك في شغلك، المقارنة. إذا قدرتي إنك تبعدي عن نقطة واحدة من دول أو كلهم، يا ريت تشاركي قصتك في الكومنتس علشان ناس كتير محتاجة تعرف إزاي تقدر تركز وتنجح في شغلها. أشوفكم في حلقة جديدة من سبوتس.